شكون اللي طاح من الغربال ديال كاس افريقيا الامم؟ شكون اللي عوضوا بطبيعه الحال؟ العنوان الابرز هو تواجد ثلاثه ديال اللاعبين، وكاين لائحه بعنوان ابراهيم والياس، فيها ابراهيم دياز لاعب الفريق الوطني المغربي، ابراهيم دياز المغربي بطبيعه الحال، ثم الياسان، الياس اخوماش لاعب ديال فيلاريال الغواصات الصفراء، والياس بن صغير اللاعب ديال نادي موناكو الفرنسي. طاحوا بزاف من الغربال، هما اللي دازت معكم في الحلقه السابقه. ملي كنكونوا كنديروا شي حاجه كنقول لكم ما كنمارسوا وصايه على السي وليد الركراكي، ما كندخلوا له في اختصاص، ما كنتعداو على شي حوايج اللي مصامم يعني الدور ديالو، ولكن مصامم للجهاد كنطابقوا شي حوايج ونشعر بالفخر ملي كنتوصلوا لهاد الحوايج. الاسماء اللي طاحت من قبيل املاح، اللاعب الذي كان يقولون عنه البعض من دين وليد الركراكي اللاعب الخفي، اللاعب اللي عنده ادوار خفيه في الفريق الوطني خرج، وكان الخروج ديالو متوقع بعد الظهور ديالو المتوسط ان لم يكن سيء في الكاد. نصير المزراوي لعدم جاهزيته مع فريق البايرن ميونخ وهو من اللاعبين ديال المونديال بحال املاح. رومان سايس، تذكروا بان قلت لكم الخروج ديال الشيخ ديال نادي الشباب السعودي رومان سايس الذي يؤدي الفاتوره ديال التواضع ديال الاداء والتقدم في السن عفوا، وايضا تدني المستوى ديالو من بعد الكان في المباريات اللي كنلعبوا خاصه مباراه النصر السعودي. الخروج ديال عبد الصمد الزازولي وقلنا بانه غيطيح من الغربال ويجي بلاصتو سفيان رحيمي. والخروج ايضا ديال اللاعب امين حارث، وغنشرح لكم علاش الخروج ديال امين حارث لفتح المجال امام رقم 10 جديد في الفريق الوطني اللي هو ابراهيم دياز. امين حارث البعض غيشوف بانه مور لاكان كان مزيان لا في اوروبا ليغ لا مع الفرقه ديالو، بدليل انه ربما كان افضل من لاعب اناحي مع نادي مارسيليا. فهاد الاعتبارات حنا ما غنخوضوش فيها تنعرفوا الركراكي علاش خرج هادشي، ولكن غنعطيكم اللائحه بشكل مفصل الخوت اللي كيتبعوا معنا هاد القناه، اللائحه بشكل مفصل ديال الفريق الوطني. تواجد ثلاثه ديال الحراس اللي كنا جزمنا فيهم بانهم ما غيتغيروا شيء، منير المحمدي مع الحارس الثاني مع ياسين بونو مع المهدي بن عبيد. يعني على مستوى الحراسه ديال المرمى الامور طبيعيه ومنطقيه، ثلاثه ديال الحراس اللي كانوا في كاس افريقيا الامم. الحضور ديال اشرف حكيمي مع الشيبي على مستوى الظهير الايمن. والمفاجاه الساره والجميله جدا هي اللي كنا شرنا لها، هي غيحضر ازنو مشى عند المنتخب الاولمبي عن طريق سكيتيوي، واللي جا هو يوسف خديم، وهذا خبر سار يثلج الصدر بطبيعه الحال. اللاعب ديال ريال مدريد، اللاعب ديال الفريق الوطني فيها جوج لعابه من ريال مدريد لاول مره في التاريخ، جوج لعابه من ريال مدريد في اللاعب ديال الفريق الوطني الخديم واللاعب ابراهيم دياز. فالخديم ما كانش غيجي، المعطيات اللي عندي حصريه هو ان ادم ماسينا هو اللي كان في ليست، وادم ماسينا تواصل مع وليد الركراكي وخبروا بانه مصاب والاصابه ديالو تحول دون ظهوري، وحسن فعل هذا اللاعب. هذا اللاعب غريب جدا، فين ما كيكون شي معسكر ديال الفريق الوطني كنقولوا بانه راجع كيحيد بسبب الاصابه. ثم يحيى عطيه الله اللاعب ديال سوتشي، ولاعب شادي رياض وعقار، هادو جوج اللعابه اللي كيلعبوا في لا ليغا. والعوده ديال النيف اللاعب ديال اشرف ضرير، اللاعب ديال شارلوروا، اللاعب ديال الوداد السابق اللي كان في بريست الفرنسي ومشى لبلجيكا وعاود خدا تنافسيته اللي غيلعب مع اللاعب اكرم. اذا مفاجاه كبيره هنا هي الخروج ديال اللاعب رومان سايس، على اعتبار انه خصو يرتاح باش الركراكي يشوف اللعابه ديال لا ليغا. وهذه الامور الى غايه هذه اللحظه كنعطيكم تقييم لائحه جد موضوعيه على مستوى الاختيارات ديال محور الدفاع، بدليل حتى نصير المزراوي احسن مدى الركراكي خلاه ارتاح مع البايرن ميونخ ريتما يتعافى. بالنسبه لوسط الميدان المرابط حاضر، وحاضر مع ريتشاردسون، وحاضر مع العزوزي، وحاضر مع الخنوس، وحاضر مع عزدين وناحي، وحاضر مع ابراهيم دياز. فما كاينش جميع العناصر اللي كانت في الكان حاضره، باستثناء الخروج ديال سليم املاح وامين حارث. الخروج ديال سليم املاح وامين حارث اللي كيعوضهم اللاعب ابراهيم دياز. اليوم الفيفا كتاشر بشكل رسمي على ان ابراهيم دياز يستوفي جميع الاجراءات الشكليه والقانونيه والمسطريه لكي يصبح لاعب للمغرب. وضعوا سطر خوتنا المغاربه، الله يستر عليكم. هذه 4 ايام كتبت لكم في هذه القناه او قلت لكم بان ابراهيم دياز ما تبقاوش تقولوا لي قالوا لنا وسمعنا. ابراهيم دياز هو لو يلعب معنا ماتش واحد ولا نص سميطه ما بقاش عنده الحق يلعب في اسبانيا. ما كاين لا 3 الماتشات ولا 4. القانون المدني والدستور الاسباني كيلزم بان اللعابه اللي ما كينتميوش، كون مشى يلعب مع البرتغال خصو 3 الماتشات، كون مشى يلعب مع شي منتخب من امريكا الجنوبيه خصو 3 الماتشات. هذه الكونفونسيون، الاتفاقيه اللي كتربط القانون المدني او القانون اللي كيربط اسبانيا مع الدول. من غير هاد الدول خرج لعب نص ماتش وبدل جنسيته الرياضيه وجا المغرب، ما بقاش الحق عنده يلعب مع اسبانيا. التوضيح اكثر باش نكون اكثر دقه، ابراهيم دياز يلعب 3 الماتشات ولا نص ماتش ولا نص سميطه ولا 5 دقائق، ما بقاش كتسال فيه اسبانيا غرام. ريال مدريد اليوم في السيت اوفيسيال ديالها دارت له رايه المغرب، والالقاب ديالو اللي كتحصل عليهم في الدوري الانجليزي وهادشي تنسبوا ليه ولا لاعب مغربي. ما عمرنا كون عندنا شي لاعب ديال البريمير ليغ في انجلترا ولا عندنا لاعب كيديها اللي هو ابراهيم دياز اللي كان دار اثر رجعي مع نادي مانشستر سيتي على عهد بيب غوارديولا في الفتره السابقه. وبالتالي باش نغلقوا هذا المحضر وهذا الملف، ابراهيم دياز ما عاد ممكنا بل مستحيل بانه يمشي مثل المنتخب الاسباني. واللي كيسمع واللي ما سمعش وضح ليه الله يستر عليك. ما كيهمني شي واحد اخر شنو غيقول ولا شي واحد كيفاش غياخذ هذا الموضوع. انا كنقول لكم المصادر الدقيقه التي تستند على معطيات قانونيه. كاين شي حاجه اكثر من الدستور ديال اسبانيا ولا القانون المدني ديال اسبانيا؟ هادشي اللي عطا الله. اذا على مستوى الهجوم فهناك حضور ديال ايوب الكعبي، وحضور ديال اللاعب الرحيمي، والحضور ديال امين عدلي، والحضور ديال الياس اخوماش مع الياس بن صغير وحاكم زياش ويوسف نصير. اللاعب اللي ما جاش هنا واللي كانت عليه الضجه هو البارح حرق اخر كارطوش واخر جوكر عنده في اللحاق والعوده للفريق الوطني اللي هو عبد الرزاق حمد الله. طريقه يعني لعب 2 ماتشات اللي وضعوا في الاختبار الحقيقي. نادي الاتحاد جده مع نادي الهلال 4-0، جوج فالي وجوج روتور. القصه ديال الاصطدام ديالو والحركه اللي دار مع اللاعب البليهي، البليستان بروفوكاتور، دار مع بنزيما، دار مع رونالدو، دار مع ميسي.
الشكل اللي دار الاتحاد الاسيوي لكره القدم سيبحث في هذه الامور اللي جرات ما بين عبد الرزاق احمد الله والبليهي والحركه ديالو مع كوليبالي. ماشي هذا هو الداعي، ولكن ما كاينش دابا شي واحد اللي غيقدر يجي وغيقدر يهضر مع وليد الركراكي عطفا على المباراه ديال الهلال السعودي، الماتش الكبير، يعني الماتش الاختبار الحقيقي اللي تقدر توضع فيه عبد الرزاق احمد الله هو كونتر الهلال او كونتر النصر، وخاصه الهلال فقط اللي كينجح ما كانش حتى المستوى ديال البريسينغ والضغط ديالو. اذا الا شفتوا اليوم الكعبي غنقول لك انا كيتقدم على اللاعب احمد الله بمسافه، بن صغير اللاعب اللي قادم جديد من نادي موناكو المستقبل، نفس الامور عند الياس اخوماش، عند سفيان رحيمي، عند عدلي، وعند اللاعب زياش، وعند اللاعب نصير. انا اللي فاجئني هنا هو زياش نقول لكم علاش غتشوفوا فيديو قادم. الحضور ديالو الفريق الوطني تزامن كل مره كيجي في مارس 19 مارس كيحتفل بعيد الميلاد في معمور. دابا ما غنجيبوش باش نديروا له عيد الميلاد بحال اللي كنديروا له واحد خالي وتزيج وبحال اللي كندير له والد داك الطوطه الكبيره، لا. فالعوده ديالو هو الحاله ديالو كتختلف على سفيان بوفال اللي خرج من اللائحه ديال الفريق الوطني مع السميات اللي عطيتكم. فالخروج ديال سفيان بوفال ولا الخروج ديال المزراوي ولا الخروج ديال الزلزولي ولا الخروج ديال املاح ولا الخروج ديال امين حارث كيختلف على زياش. زياش ستان ليدر، ستان كابيتان اللي غيجي ويكون عميد ديال هذه الفرقه، هذه الفرقه اللي عطيتكم دابا وهذه اللائحه ديال الركراكي. الكابيتان المؤهل باش يكون العميد ديال الفريق الوطني فيها هو حكيم زياش. حكيم زياش لعب ماتش واحد كونتر ريزي سبور، غدا غيلعب بعد غدا غيلعب مباراه ثانيه مع غالاتا ساراي، وبالتالي هو تشافى ماشي بحال لاعب بوفال. وايضا ينظر له وليد الركراكي على ان الحضور، يعني شوف باش ما ننساوش زياش، باش ما نكونوش قاسيين على زياش. راه الوضع ديال زياش هو ديال المرابط كون ما جا شي، هو زياش كتعني الاعدام، الذبح. هذيك المساله ديال الذبح ولا كتجرح وكترش عليه الملحه. السيد مكافص مع نادي مانشستر يونايتد ممكن تجيبه ما تلعبوش، ولكن باش تجاهل لاعب من قيمه المرابط، وانا درت فيديو بحال كتجاهلو، بحال كتنكر ليه، بحال كتكون قمه الجحود، كتنسى داكشي اللي دار المرابط مع مبابي، داكشي اللي دار مع دي براون، داكشي اللي دار مع بروزوفيتش، مع كوفاسيتش، مع بيريسيتش، مع مودريتش، مع كافي، مع بيدري. المونديال كله هزادوك داروا في جيبو في الميليو تيران. مره من فترات فراغ كتعني بانه يقدر يجي. ما نقولوش بان المرابط ما بقاش عنده مكان مع 23 هذه لا يقبلها العقل، بالحضور ديال ريتشاردسون والعزوزي فغادي نشوفوا ضوء جديد. غنخرجوا من داك النمطيه ديال سفيان المرابط مع سليم املاح، غنخرجوا من داك الطوندي بان المرابط كيلعب هو الاول كيلعب لاعب ارتكاز بوحدو كيدير سويكراس، وبالتالي الحضور نفس الشيء على حكيم زياش راه خشابيت على زامبيا، راه عطى رجلو، راه جا هو مصاب قبل لاكام، ما كنديرش الريع وما كنعملوش العاطفه. ولكن اللاعب زياش الا غنهضروا اليوم على دياز، هذا ربما الامور اللي كيفكر بها وليد الركراكي، الاستقبال اللي غيخصص الجماهير والجميع. فما يمكنكش تحس بان زياش نكرتي ليه، جبتي شوشو جديد للفريق الوطني تنسى. زياش في 2015 كان هناك صراع ما بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، ما بين الجامعه الهولنديه، ما بين زاكي بادو وما بين ماركو فان باستن، والسيد خلى هولندا وتحمل ما لم يتحمله دياز حاليا. على الاقل زياش في ذاك الفتره داروا ليه ليمان ليبي، داروا عليه ضغط كبير، اعلام، الوسائل ضربوه بالبنان، داروا ليه وسائل عنصريه في مختلف الملاعب ديال الار دي فيزي وجا. اذا اليوم تا هو كيمثل واحد اللاعب اللي دابا 10 سنوات هو في الفريق الوطني يستحق الحضور، هو من تلقاء نفسه عيطوا لدياز، جابوا دياز، استقبلوا دياز، تنكروا ليه، لا. وهذه الخاصيه هذه خلات الاستدعاء ديالو في هذا المعسكر استدعاء ضروري.